يا صباح الهنا او يا مساء الهنا على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه، بس خليها مساء الهنا لان كده كده الفيديو بينزل لكم متأخر. صحينا كده الصبح، كان الجو جميل جدا ومغيم، وكنت نشر الهدوم وهلمها. بس الجو كده الشمس ما كانتش طلعت والهدوم لسه مندية او لسه مبلولة شوية، فقلت اسيبها لا لما الشمس تيجي وتنشفها شوية. وكنا فطرنا خلاص، قلنا نخش نعمل غدا شتوي كده متين. مش لسه هنستنى العيد الكبير عشان نعمل الأكلة الجميلة دي. الأكلة دي هي الأكلة الراعي الرسمي بتاع العيد الكبير، بس أنا نفسي فيها، قلنا مفيش مشكلة نعملها وتدفي الواحد كده ومغذيه. اللي حطيت ميه تغلي على النار، وحطيت فيها بصلايه وجزره وطماطمايه، وهنسلق فيها اللحمه. سامحوني انا عندي برد. اكيد الاكله دي اللي عيتني، اكله دسمه جدا 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 يعني. هنسلق اللحمه في الشوربه ديت ونشوف هنعمل فتتنا الحلوه ازاي. بس كان عندي هنا كيلو طماطم، وعندي قرن فلفل حامي قطعته، وقطعت الطماطم وهنفرمها في الخلاط. حطوا لي لايك وتعليق حلو من قلبكم، وادعوا لي. الايام دي صعبة جدا جدا، ويعني الواحد الحمد لله اول واحد خد الدور عندنا احمد، وبعد كده انا، وربنا يستر بقى على الباقي، ربنا يسترها يا رب. صوتي رايح خالص ومتغير، والحمد لله على كل حال. ربنا يشفينا يا رب جميعا ويسترها على عيالنا يا رب. قطعت كده رستم حلوة، وحطيت معلقة سمنة محترمة، وحطيت فيها التوم يتحمر. برضو الفتة عايزة توم كتير، الفتة بتحب التوم الكتير، توم وخل وطماطم. الصلصة كده تكتري فيها ولا يهمك. بصراحة جت على بالي قلت لازم اعملها يعني. مش هنستنى لسه العيد الكبير. قولوا لي انتوا بتعملوها عادي في الايام العادية ولا ايه؟ هي اكلة جميلة ومغذية ودسمة جدا. بصراحة انا حاسة ان انا عملتها دسمة، يعني كل حاجة فيها دسمة. فانا حمرت التوم هنا في معلقة سمنة كبيرة او شوحته. خلاص، مش هنخليه يتحرق، وننزل عليه بقى بالطشة الجميلة ديت. حطيت عليه تقريبا معلقتين خل كده كبار، وتشيته. الريحة طبعا في حتة تانية. وهنزل عليه على طول بصلصة الطماطم اللي انا فرمتها في الخلاط، وهسيبها تتسبك بقى وتاخد كده وتدي مع نفسها. ونحط التوابل بتاعتنا عليها. انا حطيت ملح وفلفل وكمون بس. الطماطم حمرة وجميلة. هنا شوحت الرز. طبعا الفتة عايزة رز ابيض، مش رز بشعرية. الفتة يعني رز ابيض. الايد بتاع الحلة سخنة يا بنتي. طب ما تمسكي بحاجة يا بنتي، ليه بتعذبي نفسك كده؟ ما علينا. ادعوا لي يا جماعة ربنا يشفيني يا رب. بعد ما شوحت الرز في الزيت، حطيت عليه في الاخر كده معلقة سمنة وقلبته تاني. كل حاجة في الاكلة دي كده هتلاقوني بحط فيها معلقة سمنة كبيرة. هتلاقي الاكلة دي هي اللي ودتني في داهية والله. خلاص سقيته بنص وشوربة، والنص التاني هسقيه بمية عادية. خلاص، ولحد ما يتشرب كده ههدي عليه النار. حطيت عليه ملح وفلفل وكمون، وبحب اكتر في الفلفل والكمون، عشان كده تلاقي الاخر الرز مش ابيض قوي. عادي ما فيش اي مشاكل عشان مكتره في الملح والكمون. في ناس بيطلع معاها الرز ابيض قوي، هي بتحط ملح وفلفل وكمون بس بسيط. ممكن في ناس بتكتفي بالملح الابيض بس عشان التوابل اللي في الصلصه. لكن انا حطيت ملح وفلفل وكمون. عندي هنا العيش بقى انا اللي جبته. ممكن اجيبه متحمص جاهز من الفرن، انا جبته طري عادي. عشان انا اللي اقطعه بنفسي، اقطعه كده قطع صغيره. حس يعني المعلقه كده تكون فيها العيش صغير مش كبير. قطعت حبه كده وحبه كده على حسب. قطعته بالمقص، وهدخله من غير اي حاجه، هدخله الفرن يتحمص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. الحمد لله على كل حال. شوية برد بيجوا يرقدوا الواحد، يحس ان الدنيا كلها سودا في وشه. فالحمد لله على كل حال. الحمد لله على نعمة الصحة، والحمد لله على الروتين، والحمد لله على كل حاجة في حياتنا.
خلاص هنا برضه حطيت معلقة سمنة، دي تالت معلقة سمنة ولا رابع معلقة سمنة. انا كنت هحمر اللحمة في الفرن، ولكن انا قلت لا، هحمرها هنا في الطاسة دي عشان بعدها اشوح فيها العيش اللي انا حمصته. فنزلت باللحمة الاول كده، حمرتها في حتة سمنة كده محترمة، وبعد كده لما اشيل اللحمة احط مكانها العيش. العيش اتحمص معايا وخرجته من الفرن كده، شكله جميل وحلو ومش متحمص قوي يعني، مش محروق، حلو. اشيل اللحمة بقى واحط مكانها العيش. في غلطة بسيطة خالص خالص، بس هي ما تعتبرش غلطة، انا ما حطيتش توم وانا بشوح العيش. المفروض احط توم معاه، بس انا كده كده الصلصة مليانة توم، يعني انا مليانة الصلصة توم. هسقيه هنا بحبة شوربة بسيطة، واحط عليها معلقتين صلصة كده وهو بيتشوح. بصوا، في ناس انا مش عارفة، انا شفت ناس بتحط العيش كده زي ما هو، ممكن يكون عيش تاني، عيش تورتيلا مش عيش بلدي، العيش اللي هو الرفيع ده، بتحطه ناشف كده وهي بتغرف، وبعد كده يحطوا عليه الايه، معلقتين 3 شوربة، وبعدين الايه الرز، وبعدين الصلصة. انا خفت اغامر على فكرة واجرب الطريقة دي، فانا شوحته كده وحطيت عليه اقل من الكوبايه. يعني انا هنا بحط حبه بسيطه وحبه بسيطه شوربه، وحطيت معلقتين صلصه، وطلع مية مية ومظبوط ولا في غلطه. هنا هغرف بقى الاكل في صينيه، الصينيه دي هتنزل لجوزي واللي معاه في الشغل. يعني انا حطيته في صينيه، طبعا الفته مش هينفع تنزل في حلل، ولا هينفع انزلها في علبه، فانا حطيتها في الصينيه دي، وفي الاخر برضو هغلفها تغليفه كويسه كده وتنزل تحت. الف هنا وشفا على قلوبهم وعلى قلوب اللي كل. خلاص انا كده بحاول، ما حطيت، مش عارفه هو كميه العيش كويسه، وكميه الرز ما كترتش قوي عشان تبقى ايه، مناسبه مع العيش ومع الصلصه، اللي ياكل ما تكونش تقيله قوي في بقه او الحاجات كتير. كل حاجه متساويه فيها يعني، مظبوطه. الصينيه ديت لثلاث افراد، وهغرف في الاخر ليا انا ولولادي. خلاص سويت كده الرز كويس جدا، هنزل عليه بقى بالتخديعة او الصلصة. الصلصة طالعة معايا اللهم بارك، حمرة جدا جدا وجميلة ومشطشطة. بصوا طالعة ما شاء الله، لونها عامل ازاي، لونها تحفة، ولا حطيت بابريكا ولا حطيت اي حاجة. بحب اكتر بقى، انا حطيت على الصينية ديت اللي انتوا شايفينه، وكمان نزلت معاها كيس صلصة كمان، زي كأنه كيس كده من بتاع صلصة الكشري، نزلت معاها كيس كمان. اللي حابب يزود يزود عليها، اللي مش حابب خلاص مفيش مشكلة. بس اصلا الفتة ما بتحلاش، انا بعشق الفتة عشان الصلصة بتاعتها دي مع الرز، بحبها جدا بصراحة يعني. شكلها كان حلو قوي، كنت عايزة اعمل اي شكل، ولكن انا حطيت كده وخلاص. ونحط اللحمة فوقها ونقفلها، والف هنا وشفا. يا رب يا جماعة الفيديو يكون عجبكم، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، وتحطوا لي لايك كده حلو وتعليق حلو من قلبكم. هنا كده كنت بغرف ليا انا والولاد بقى، الولاد مش اكلين خالص خالص يعني، نفسي بجد يكونوا بياكلوا كده يعني، لا ما كلوش يعني، معلقة رز بسيطة على معلقة صلصة، وما كلوش غير كده، وحتة اللحمة وعلى كده وخلاص. اكلتهم ضعيفة جدا. ده ما كانش يعني يعني ما كانش طري شوية، فانا حطيت عليه معلقة شوربة بس، واحط عليه الرز وخلاص على كده. سامحوني على صوتي، ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كده قوي يعني، الحمد لله فضل ونعمة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا شاكه في الاكله دي هي اللي عيتني والله، الاكله دي كانت ما شاء الله ما شاء الله دسمه جدا، اول مره اعمل حاجه فيها كميه السمنه دي. هي كده، هي طريقتها كده. في ناس بتستخدم الزيت بس،
وكمان اللحمة احنا بنحبها كده قطعيتها